لو ده حصل وتنفذ فدي هتبقى ارخص عربيه اوروبي في مصر اس يو في، ودي هتبقى قنبله ساعتها، هي بقت اكبر واوروبي ومستورده بالكامل وقصه كبيره. فالعربيه دي لو اتقدمت بالسعر ده اوعى تفوتها. حبايبنا مساء الفل، ايه الاخبار؟ العربيه اللي جنبي دي هي ارخص عربيه اوروبي اس يو في في مصر. عربيه الحته الحلوه، الحته اللي هنا الاسعار الحلوه بتاعتنا. العربيه دي يا جماعه نازله تنافس منافسه غريبه. عارفين احنا ليه ما بقيناش نشتري الاوروبي؟ عشان سعره دايما غالي وسعره عالي. لكن دي هي ارخص عربيه اوروبي اس يو في في مصر من براند كلنا عارفينه، الستروين. خلص. ففي الحته الرخيصه في السعر دايما بيبقى فيه تنازلات وتضحيات. هل العربيه دي هتخليني اضحي بحاجه لما اشتريها؟ وايه هي عيوبها ومميزاتها؟ تعالوا يلا بينا نشوف الستروين سي 3 اير كروس الجديده 2027. السي 3 اير كروس اختلفت قوي عن الجيل اللي فات. العربيه يا جماعه يعني لسه هنشوف لما نبص على جنبها، هتلاقي العربيه كبرت جدا. العربيه موتورها اتغير، العربيه شكلها اتغير، بقت عربيه جديده تماما مالهاش علاقه باللي فات. الشكل هنا قريب جدا لاختها الكبيره السي 5، نفس الدي ان اي بالظبط. تحسها يعني قريبه للسي 5، وده حاجه انا بحبها. ليه؟ لان اللي مش قادر يشتري السي 5 وعايز يجيب السي 3 مع البادجت بتاعت السي 3، فهياخد نفس الهويه ونفس الديزاين ونفس الفخامه، مش هيبقى خسران حاجه. فانا بحب الدي ان اي بتاع ستروين بصراحه، محافظين عليه في كل عربياتهم. طبعا من قدام هنا عندي شبكه تكاد تكون مقفوله. طبعا العربيات دي يا جماعه الاجيال الجديده من ستروين بره دلوقتي بتنزل هايبريد وكهرباء، لكن عندنا هنا في مصر لسه بتيجي بنسخ البنزين. ده هنقوله واحنا بنتكلم في العربيه، بنتكلم بقى عن وصفه الموتور والفتيس والكلام ده كله احنا ماشيين على الطريق. فتحس ان هي مقفوله شويه. عندي هنا اضاءات من ال اي دي، الستروين ال اي دي فيجن، وعندي هنا خطين في الكبوت علشان يديني انسيابيه وايروداينامكس. طبعا العربيه مش جايه تقدم الموضوع ده قوي، يعني مش جايه هي فاهم، يعني لسه بنسمع صوت هوا جوه وعزل صوتي ومش احسن حاجه. هنشوف كل ده واحنا ماشيين عيوب ومميزات العربيه. طيب خلينا نبص على العربيه من الجنب عشان نشوف العربيه ازاي كبرت، ودلوقتي العربيه دي بقت اكبر من مين. هتتفاجئوا لما تعرفوا. يلا بينا. زي ما احنا شايفين كده العربيه كبرت قوي يا جماعه. يعني خلينا هبعد شويه كده عشان تبصوا كويس على العربيه. لو هنقارن في الفئه السعريه دي بمنافسين صينيين، ما اعتقدش ان في حد اوروبي قوي يعني. عندك ام جي 6 اس مثلا، عندك سيات ارونا، عندك كام عربيه كده من اللي هم الكومباكت كروس اوفر او السب كومباكت كروس اوفر برضه. فهتلاقي العربيه دي اكبر منهم. العربيه دي يا جماعه 25 سم زياده عن الجيل القديم، زادت 25 سم. ده اداها ديزاين اس يو في قوي، يعني هو اس يو في، يعني حتى مش قادر اقول عليها كروس، يعني هي اس يو في، فاهمني؟ هي سب كومباكت اس يو في داخله خلاص في الكومباكت، فاضل لها سنه وتخش في الكومباكت. سب كومباكت اس يو في كبيره حجم، فزادت 25 سم، اداها كبر في حجم العربيه واداها مساحات جوه العربيه زياده، وده هنشوفه لما نخش جوه العربيه. العربيه دلوقتي طولها 4 395 وعرضها متر 795 وارتفاعها متر 660. قاعدة العجلات 2 متر 670. كل دي أرقام زيادة عن الجيل اللي فات. ولو بصينا هنا فهنلاقي إن الجنوط جاية تو تون، لونين، والمرايات بتبقى بلون مختلف عن لون العربية. المرايات دي ضم كهرباء، وعندك هنا روف راك برضو بلون مختلف عن لون العربية، وعندك الأوكر جاية بلون مختلف عن لون العربية. وهي العربية أصلا في منها نسخة بتنزل هنا في مصر، بس أنا معايا النسخة اللي هي الوان تون. في نسخة تو تون بيبقى جسم العربية لون والسقف لون تاني مختلف. وعندك هنا الشريطه دي يا جماعه، العربيه مليانه بالشرايط زي السي 5 بار. شريطه هنا، في شريطه في الاكسدام قدام. أنا مش عارف ايه قصه الشرايط مع الستروين، بس هي لذيذه. طيب نيجي بقى نبص عليها من ورا، يلا بينا. هنبص على العربيه من ورا، هنلاقي تصميمها برضو شيك، تصميم اوروبي مختلف عن العربيات الصين اللي في نفس الفئه السعريه. هي تصميمها مميز، يعني اللي هيشوف العربيه دي هيعرف ان هي من ستروين وهيعرف ان هي عربيه اوروبي. تصميمها مميز بصراحه. الاضاءات اللي عندي هنا من ال اي دي، والاضاءات بالمناسبه اللي قدام برضو ال اي دي زي ما قلت لكم، وفيها ويلكم لايت. لما بنيجي نفتح العربيه في ويلكم لايت وفي فولو مي هوم. لما اجي اقفل العربيه وامشي العربيه برضو بتفضل منوره الاضاءه عشان تفضل منوره لك الطريق يعني. وعندك هنا سنسورز خلفيه. وحجم الشنطه 460 لتر. الشنطه كبرت وبتزيد عن 1000 لتر لما ننزل الصف الخلفي للكراسي. فالشنطه هنا 460 لتر، شنطه بصراحه كبيره على الفئه السعريه دي. فاحنا عمالين نقول العربيه كبيره، العربيه كبرت، العربيه زادت. تعالوا بقى نخش جوه نشوف الكلام ده مترجم ازاي جوه العربيه.
احنا هنا قاعدين ورا، دي قعدتي وانا قاعد مرتاح، ودي قعدتي على الكرسي اللي قدام، دي سواقتي، اتنين بحجمي يقعدوا ورا بعض عادي. طبعا يا جماعه انت لك ان تتخيل ان دي عربيه سب كومباكت اس يو في، فانا قاعد مرتاح، مفيش الكلام ده بقى، يعني الكلام ده في السب كومباكت اس يو في مش موجود في الفئه السعريه دي، دايما نقعد ورا مخنوقين. فهنا انا قاعد مرتاح. بصوا يا جماعه، بصوا اصلا فرق ما بين رجلي والكرسي، وبص الكرسي اصلا فيه تجويف كبير علشان رجلك، حتى لو انت اطول مني، مع ان ما قابلتهاش دي، بس لو انت اطول مني تعرف تقعد مرتاح برضه. مضايقني حاجات ورا، مضايقني حاجات ورا، زي ايه؟ زي ان مفيش مخدع هنا. خلي بالك برضه يا جماعه، احنا بنتكلم في عربيه اوروبيه اقتصاديه، هم يعني دي مش عربيه اوروبيه فخمه، فاللي انا هقوله ده هو مضايقني، ولكن هو في الطبيعي هي في الاخر دي عربيه رخيصه، عربيه اقتصاديه اوروبيه. هنا مفيش مخدع، مفيش تكييف خلفي، بس في مخارج للشحن. دي حاجات كان نفسي تبقى موجوده، بس احنا مش هنطمع، ما العربيه بكام واوروبي ورخيصه، فهنعمل ايه قدام؟ يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده احنا قعدنا قدام. بص انا قاعد ازاي، بص رجلي، بص انا فارد رجلي ازاي، قاعده مريحه قوي. الكراسي اللي انا قاعد عليها دي مميزه قوي، مستحيل تلاقي زيها في الفئه السعريه دي ولا الاعلى منها. مش هتلاقي الكراسي دي لما تطلع على السي 5 على طول. انتوا عارفين اريح كراسي يعتبر موجوده في السوق حاليا هي كراسي بتتقدم من ستيروين، الادفانسد كومفورت سيتس، كراسي بتبقى متبطنه ومتنجده تنجيد مختلف بزياده علشان تريحك اكتر. لسه هنتكلم عن العربيه دي في موضوع الراحه. المهم، عندي هنا مخدع وسطي من اللي هو اللي بيلزقوا في الكرسي السائق ده، اللي هو والكرسي حته واحده، بس في حته مساحه تخزين هنا بسيطه لو انت عايز تحط حاجه. وهنا عندي مكان لو انت عايز تحط الشاحن. فرامل اليد عاديه مش كهرباء، مش عارف ازاي بس ماشي، عربيه قلنا رخيصه. وعندك هنا الفتيس الست نقلات، فتيس اللي هم كانوا بيسموه زمان الخريطه، بحب انا طريقه حركته دي. وعندك هنا شاحن وايرلس كويس، حاطين شاحن وايرلس و2 كاب هولدر. الخامات بيانو بلاك، وعندك هنا خامه جينز كده او قماش، يعني شكلها لذيذ. وعندك برضو في الابواب الخامه دي، بس الابواب نفسها هارد تاتش، الابواب هارد تاتش والتابلو هارد تاتش عشان خاطر يوفروا في تكلفه العربيه. شكل الطاره وشكل الستيرنج بشكل عام حلو قوي، يعني عجبنا قوي ان هي تو سبوك كده، فعجبني جدا. الشاشه هنا بقت 10 وربع بوصه، بتدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو وايرلس، كبرت والتعامل معاها بقى سلس واسهل. واكتر حاجه فرقت معايا في تجربه القياده هي العدادات اللي قدامي دي. العدادات دي محطوطه في مكان الهيد اب ديسبلاي، هي العربيه ما فيهاش هيد اب ديسبلاي، بس العدادات اكنها هيد اب ديسبلاي بالظبط. فانا سايق العداد في مستوى نظري، مش محتاج ان انا انزل عيني عشان اشوف حاجه واطلع، لا هو كده كده في مستوى نظري. العربيه من ناحيه وسائل الامان فبصراحه هم حاطين فيها كام حاجات لذيذه. مبدئيا بس قبل ما نقول صحيح، قبل ما ننسى، العربيه هنا فيها اضاءه ال اي دي داخليه هنا وورا. طيب بالنسبه لوسائل الامان فالعربيه طبعا ملمومه، وزي ما انتم شايفين كده فكويس عليها اول 4 ايرباج، فيها 4 ايرباج، فيها اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، فيها بعض من انظمه مساعده السائق، يعني فيها ايمرجنسي بريك، العربيه بتفرمل لوحدها، فيها كمان تحذيرات قبل التصادم بتحذرك الاول، فيها محدد ومثبت سرعه، وفيها تاير بريشر مونيتور، فيها نظام مراقبه ضغط الاطارات. تعالوا بقى نجرب العربيه دي على الطريق ونشوف العربيه دي هتعمل معانا ايه وسواقتها عامله ازاي. يلا. طيب يا سيدي، دي السيتروين السي 3 اير كروس الجديده. خليني الاول ابدي اعجابي بالستيرنج بتاعت العربيه دي. ادابتف، ذكيه ذكاء مش طبيعي. الستيرنج بتبقى ناعمه وطريه قوي وانت واقف او انت بتركن او انت بتتحرك تحركات بسيطه على سرعات بسيطه. لما بنمسك الطريق ونتحرك سرعات عاليه بتتقل وبتنشف. انت اصلا بتستغرب هي ازاي كانت ناعمه كده وازاي نشفت كده. فهي ادابتف ذكيه جدا بصراحه. برضو مش هتلاقي الكلام ده في الفئه السعريه دي. والعربيه بشكل عام هي موجهه للراحه، حركه الستيرنج ازاي بتبقى طريه، ازاي بتنشف بعد كده عشان خاطر تديك ثبات اكتر، ازاي الكرسي او الكراسي كلها الادفانسد كومفورت سيتس ازاي مريحه كده، وازاي متنجده التنجيد ده لو احنا هنتكلم بالعربي، او متبطنه التبطين ده. الكراسي دي مش موجوده ستيروين مشهوره فيها، يعني ستيروين مشهوره بيها جدا. كمان مساعدين، نسيت اقول لكم على الموضوع ده في اول الفيديو بس انا قلت ناخده في تجربه القياده، البروجريسيف هيدروليك كوشن موجودين هنا في العربيه دي.
وده لاول مره تتقدم في السي 3، لان هي طبعا مكلفه جدا، كانوا بيحطوها من اول السي 5 فما فوق. لكن السي 3 لاول مره بقى فيها الادفانسد كومفورت سيتس وبروجريسيف هيدروليك بوش. ثبت بقى، مديك بقى نعومه ومديك امتصاص نقر وامتصاص مطبات مش طبيعي، انت ما بتحسش بحاجه وانت قاعد جوه خالص. لكن في ناس كتير اتكلمت في نقطه الثبات، هل الثبات يتاثر بمساعدين ناعمه وطريه وما بتحسسكش بحاجه؟ لا طبعا، هو ده الذكاء في الموضوع. فازاي سيتروين قدرت تجمع ما بين المساعدين اللي ما تحسسكش باي حاجه وانت ماشي بالعربيه، وتجمع ما بين الثبات اللي انا حاسه ده؟ طبعا العربيه ثابته جدا، سواقه العربيات الاوروبي سواقه مريحه وبتتمتع بالثبات والنعومه. العربيه كمان الاداء بتاعها اتحسن عن الجيل اللي فات. العربيه النهارده 130 حصان 230 نيوتن، خارجين من موتور 3 سلندر 1200 سي سي تيربو. واقفه هنا بقى طبعا هتقول لي اصل ال3 سلندر ال 1200 سي سي اللي كان بيعمل وبيسوي. طب يا جماعه، هو مبدئيا هو ما عملش حاجه مع ستيروين قبل كده، يعني هو لما عمل مع شركات تانية مش مع ستيروين. طيب ده مبدئيا. ثانيا، هو الموتور كله اتغير. يلا يا عم الحمد لله احمد ربنا، الموتور كله اتغير بكود مختلف. يعني كود الموتور اللي راكب ده غير الكود بتاع الموتور اللي فات. لما تيجي تخش انت عايز تتاكد تعمل سيرش، هتلاقي الكود ده غير الكود ده. فهو الموتور اتغير تمام. النهارده بيطلع 130 حصان، مش عارف اللي فات كان بيطلع 100 حصان ولا 110 مش فاكر، ما بعدناش كتير. 130 230 نيوتن، فتيس اوتوماتيك من 6 نقلات. اداء الموتور على وزن وحجم العربيه هايل. العربيه الصراحه لما بتعوز ان انت تشد بيها بتشد، العربيه بتجري لان العربيه وزنها مش تقيل. العربيه كمان استهلاكها للبنزين هايل، بيوصل معاك ل 5 لتر كل 100 كيلو. هو معايا انا وصل ل 6 ونص، لان طبعا العربيه بتاعتي لسه بتلين. عايز اقول لكم ان هم رخصوا العربيه، انا بجرب العربيه دي من قبل تقديمها، انا اصلا ما اعرفش سعرها كام، ولكن طرطيش الكلام اللي انا سامعها، انا سامع ان هم هيكسروا الدنيا. طبعا السعر لما هيتقال وهيظهر هنكتبه لكم هنا، هكتبه لكم في الريفيو. وعامه لما تعوز تعرف سعر اي عربيه تدخل تعرفه من موقع ايجي كار. موقع ايجي كار هو موقع تعرف منه الاسعار والمواصفات، والاسعار محدثه لان طبعا الاسعار كل شويه بتتغير، فهو دايما هتلاقيه بتحديثات مستمره معاك. بس انا اللي انا سامعه يعني لو ده حصل وتنفذ، فدي هتبقى ارخص عربيه اوروبي في مصر اس يو في، ودي هتبقى قنبله. زي ما بقول لكم، استهلاك البنزين لما العربيه دي تتلين، العربيه اترخصت وجات لي، لما العربيه دي تتلين هيوصل معاك تحت ال6 لتر عادي، ما فيهاش مشكله يعني. ده اللي احنا متعودين عليه من المواتير دي والتوفير ده يعني. طبعا لما نيجي نتكلم بقى عن ثبات العربيه، فثبات العربيه ولا كلمه بصراحه. هايل في الفئه السعريه دي. مفيش اصلا عربيات في الفئه السعريه دي بتقدم ثبات او بتهتم بحاجه ليها علاقه بمتعه القياده قوي. يمكن هم شايلين كام حاجه واتكلمت معاهم فيها. شايلين كام حاجه زي مثلا العربيه ما فيهاش فرامل يد كهرباء، العربيه ما فيهاش كيليس انتري، بس فيها باقي الحاجات بقى زي ما قلت لكم، امرجنسي بريك وحاجات تانية مهمه، وبروجريسيف هيدروليك كوشن والادفانسد كومفورت سيتس. كل دي حاجات بفلوس وفلوس كتيره. فهو شايل لك حاجات عشان يديك حاجات، ويديك حاجات هي اريح. لكن هي زي ما قلت لكم الاوروبيين دلوقتي مش مهتمين الا بالهايبريد والالكتريك. فمواتير البنزين اللي بتجي لنا هي بتبقى نازله كده، هي العربيه بتبقى طالعه من خط الانتاج وموتور بنزين مثلا 1200 سي سي نازله كده، فرامل اليد مانيوال، ونازله كده زي ما هي بتنزل كده. يلا هتاخدوها كده. طب احنا عايزين حاجات اعلى، ناخد بقى الالكتريك او ناخد الهايبريد. والهايبريد لسه مش مفتوح لنا هنا في سوقنا، هو والالكتريك. يعني هم ستلانتس مش فاتحين، ستلانتس عامه مش السيروين بس، اوبل بيجو الكلام ده لسه ما اتفتحش هنا. طيب زي ما قلت لكم الثبات هايل. العزل الصوتي يمكن بالنسبه لي مش احسن حاجه بصراحه. العزل الصوتي لو هتمنى ان حاجه تتعدل في العربيه دي او تتحسن تبقى هي العزل الصوتي. استهلاك البنزين ممتاز. الاداء على حجم العربيه وعلى الموتور ممتاز. العربيه في المناورات هايله وممتازه، بتاخد بيها مناورات العربيات الاوروبي بتبقى واثق فيها. زي ما قلت لكم الستيرنج كمان لما بتتقل فبتديك تحكم احسن بكتير. تصميم العربيه بشكل عام هو تصميم حلو وملفت، هتستغربوا في الاول كعاده الاوروبيين لما بيعملوا حاجه بنقعد نستغربها، لكن لما جربت العربيه قعدت معايا كام يوم بصراحه تصميم العربيه هايل. مبينها ان هي عربيه اوروبي، مبينها ان هي عربيه مختلفه، عربيه مش شبه حد. زي ما انتم شفتوا انا قاعد مرتاح، الدرايف بوزيشن اديله 10 من 10. انا قاعد مرتاح فارد رجلي على الاخر، ودي وضعيه انا بحبها جدا. العدادات بتاعه العربيه كمان واضحه وسهله وما بتاثرش عليها اشعه الشمس، وفي مستوى نظري زي ما قلت لكم احنا بنشرح العربيه، والقعده ورا كانت مريحه جدا. فانا ما عنديش اي تعليق على الدرايف بوزيشن. لو عندي تعليقات على العربيه دي هتكون في العزل الصوتي اللي هو ممكن يبقى انا شايفه محتاج يتحسن، وفي كام اوبشن او كام تجهيز اللي انا كنت اتمنى يبقوا موجودين.
في الطبيعي لو ما كانش في منافسين صينيين احنا ما كناش هنحس بحاجه. هو الاوروبيين كده يا جماعه، يعني هو الاوروبيين بيهتم براحتك، بيهتم بالامان، بيهتم بمتعه القياده، بيشيل لك كام حاجه ترخم عليك، يعني فرامل اليد مش عارف ايه الكلام ده ماشي. لو ما كانش في منافسين صينيين، طبعا الصينيين كلهم تخش بقى العربيات مهرجان بقى، انت فاهمني، فرامل قد الكهرباء مش عارف ايه. فلو ما كانش في منافسين صينيين ممكن ما كناش نحس قوي. الشاشه التعامل معاها سلس وسهل، زي ما قلت لكم فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وفيها كاميرا خلفيه نقدر نشوف منها الكاميرا الخلفيه يعني، وفي سنسورز خلفيه، مفيش كاميرات محيطيه، في كاميرا خلفيه بس. والشاشه لذيذه وكبرت، بقت 10 وربع بوصه. الشاشه دلوقتي بقت واضحه جدا، بقت في نص التابلو كده. العربيه القديمه اصلها كنت انا بجربها، كنت بسوقها كتير، كانت الشاشه بتاعتها برضو مكانها ما كانش ألذ حاجه. هنا الشاشه دي واضحه وسهله جدا. فدي كل الحاجات اللي عجبتني، والحاجات اللي ما عجبتنيش او اللي محتاجه تتحسن في السيتروين ار سي 3 اير كروس الجديد. على السعر اللي انا سمعته اللي هو لسه هيتقال، طبعا بجرب العربيه زي ما قلت لكم قبل حفل الاطلاق، على السعر اللي انا سمعته وعلى التجربه اللي قدامي دي وعلى اسم البراند الستروين وعلى وكيلها القصراوي وعلى الكلام ده كله، الباكج اللي انا شايفها دي، العربيه دي لو اتسعرت باللي في دماغي اللي هو اكيد اتكتب لكم دلوقتي هتبقى قنبله. لو اتسعرت كده محدش يفوتها. العربيه يا جماعه مفيش، انسى، مفيش حد هيقدم العربيه اوروبي في الرينج ده. العربيه يا جماعه بقت، لو احنا بنتكلم على الفئه السعريه دي، فيها مين؟ فيها ام جي زد اس، فيها سيات ارونا، فيها شيري تيجو 4 برو، مش عارف ايه الكلام ده. بقت اكبر من كل ده، ملهاش علاقه بكل ده، هي بقت اكبر واوروبي ومستورده بالكامل وقصه كبيره. فالعربيه دي لو اتقدمت بالسعر ده اوعى تفوتها، تحفه وقيمه مقابل سعر، تبقى هايله. بس يا سيدي ده كل القصه عن ستروين سي 3. ما تنساش تقول لي محتاج عربيه ايه تاني نجربها الفتره اللي جايه. كان معاكم محمد الباشا، سلام.